الفيلم هنا بيتكلم عن قضية مأساوية أو قضية صعبة جدا، ولكن تحديدا بس عشان أديك يعني نصيحة كده من أخ، الفيلم ده ما هوش فيلم أكشن ولا هو فيلم إثارة، فيلم درامي. ولو أنت اندمجت معاه هتعتبره فيلم مأساوي جدا، والطريقة اللي تم إخراج بيها الفيلم ده راعت الموضوع ده جدا. الفيلم هنا بيتكلم عن تجارة الأطفال، التجارة الجنسية الخاصة بالأطفال اللي بيتم اختطافهم وتسويقهم في شبكات المتعة الجنسية المنتشرة والمستفحلة على مستوى العالم. ولكن الفيلم هنا تحديدا بيتكلم عن الأمريكتين، سواء أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية. وفي 4 نقط ممكن تحطها في اعتبارك وأنت بتتفرج على الفيلم ده، أو 4 معلومات أساسية. أول معلومة أن التجارة الجنسية الخاصة بالأطفال تحديدا تعتبر من أكثر التجارات الربحيه على مستوى العالم، وحسب ما يذكر في سياق احداث الفيلم فهي تعتبر حاليا يمكن تاني اكتر تجاره بتجيب فلوس، ربما تعدي تجاره المخدرات، ويقال انها قادمه نحو المركز الاول لتجاره السلاح. تاني نقطة ان حسب الاحصائيات 2 مليون طفل سنويا بيتم دخولهم في هذه التجارة، وانت بتتكلم على رينج اطفال بيبتدي من يعني الوضع المؤلم جدا. انت بتتكلم على رينج من سنتين وربما 3 سنين فما فوق لغايه 14 سنه 16 سنه. النقطه الثالثه عشان يوريك مدى بشاعه التجاره دي ومدى السوداويه اللي موجوده فيها، ان هو بيتكلم ان انت بتتكلم هنا عن تجاره او سلعه تحديدا لا يتم استخدامها مره واحده، والسلعه هنا المقصود بها الطفل نفسه. انت هنا بتتكلم عن اطفال حقيقه، مش اشخاص بالغين داخلين التجاره الجنسيه او تجاره الرقيق على مستوى عمر اكبر، ولكن بيتم استخدامهم حرفيا، هم عباره عن سلعه. فمن الجمل المشهوره قوي في الفيلم اللي بيتكلم عن ان باكت المخدرات انت لما بتبيعه مره واحده وبيتم استخدامه وخلاص بينتهي، في حين ان الطفل يمكنك اعاده بيعه من 5 إلى 10 مرات. نقطه الكريز بقى في طرطة السواد اللي انا عمال احكيها لك دي كلها، وهي ان القصه بتاع الفيلم ده هي قصه حقيقيه، والاحداث اللي انت شفتها قدامك دي هي احداث حصلت فعلا حقيقيه ما بين دول هندوراس وكولومبيا والمكسيك وامريكا.